اهلا وسهلا بيكم النهارده في فيديو جديد. معاكم بافلا البير مستشار عقاري. النهارده نازلين العاصمه الاداريه زي ما انتم شايفين بالنهار، بنتفرج كده على البرج الايقوني، والحلقه النهارده كامله عن البرج الايقوني عشان الناس اللي عايزه تتفرج على البرج الايقوني كامل. النهارده هنصوره بالنهار وهنصوره في الظهر وهنصوره في المغرب وهنصوره كمان بالليل. النهارده حلقه مميزه جدا عشان البرج الايقوني، كل الناس اللي عايزه تتفرج على معالم العاصمه الاداريه النهارده الحلقه دي هتعجبك جدا جدا جدا. وبالذات النهارده هخش كومباوند المقصد، هطلع في الكومباوند اصور لك فيو الشقق، الدور الثالث البرج الايقوني، وتبقى طبعا الاوض بتاعتك كمان بتطل على فيو البرج الايقوني. وده بيميز الكومباوند بتاع شركه سيتي ايدج المقصد. الفيوهات انت اقرب حاجه ليه للبرج الايقوني، فطبعا ده ممتاز جدا وهنشوفه مع بعض في حلقه النهارده. خلاص احنا قربنا من كومباوند المقصد الار 3 الحي التالت، وهنخش دلوقتي المقصد. زي ما انتم شايفين انا بصور من الدور التالت. الكومباوند مبني بالفعل، متشطب استلام فوري بمقدم 5% وقسط على 10 سنين. زي ما انت شايف البرج الايقوني ده كده من الريسبشن، وهنخش نتفرج على الشقة بالكامل من الداخل. ودلوقتي اخش كمان عشان اوريك من الاوض كمان الغرف بتاعتك، هتكون شايف الفيو البرج الايقوني ده الحمام والمطبخ وانت داخل من الباب الشقة الرئيسي. ودي الطرقة اللي هتدخلك على الثلاث غرف والحمام. اتفرج كده، دي كده اول غرفة اهي زي ما انت شايف. تاني غرفة، خش جوه بقى عشان اوريك منها الفيو البرج الايقوني، ان هي فيها تراك، طبعا فيها ايه بلكونة. اتفرج كده زي ما انت شايف. نطلع بقى من الغرفة دي ونخش الغرفة بقى اللي بعديها، عشان برضو عايز اوريك الفيو برضو. ان انت مش بتشتري حاجة مثلا مش مميزة، لا انت النهاردة بتاخد حاجة مستقبليا طبعا. والبرج ده بالليل الفيو بتاعه بالنهار وبالليل طبعا حاجة جامدة جدا 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 زي ما انت شايف طبعا. حتى ايه كل حاجة انا موضحها لك في الفيديو ده. وده طبعا الحمام التاني. ودلوقتي دخلت بقى على المغرب. في المغرب هنا بقى ايه، قلت اطلع على البرج الايقوني كده عشان اصور فيديو هناك وبالمره اخد شايفين في العاصمه الاداريه الجديده. وده ورايا دلوقتي الابراج السياحيه زي ما احنا شايفين في منطقه السي بي دي. البرج الايقوني بيتوسطهم ال 20 طور زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي وقت الغروب في العاصمه الاداريه، من احسن الاوقات واجمل المناظر الطبيعيه في الابراج السياحيه. لاول مره انا حاسس النهارده ان انا موجود في دبي، مش موجود في ارض مصريه. طبعا الناس اللي ما جاتش شافت الابراج دي، يا ريت كل الناس تنزل تتفرج على الابراج في منطقه السي بي دي زي ما احنا شايفين. حاجه في منتهى الروعه والخيال. وهنا بقى قررت اخد الصورة الجامدة دي واطلع على بالليل بقى ايه البرج الايقوني كده، بعد ما خدت استراحة طويلة كده وبتاع. وكان طبعا في منطقة الخدمية بتاعة الوزارات. وطلعت بالليل كده بقى عشان افرجكوا على البرج الايقوني بالليل بينور بيبقى عامل ازاي. عشان الناس اللي بتقول بالليل هل بيبقى في حاجة تجريبي للبرج الايقوني، بالليل بيبقى في حاجة تجريبي للبرج الايقوني. دلوقتي بقى زي ما وقت انت الظهر شايف زي كده ما انت اتفرج شايف كده عليه، عامل ازاي. حاجة حاجة في جامدة منتهى جدا الروعة جدا والخيال يعني بصراحة. بصراحة. طبعا كنت الاضاءات اليوم كله في بتتغير العاصمة الإدارية عشان وبيجربوا أصور كذا دي. حاجة. دخلت بقى وطبعا قعدت طول الليل بصراحة بلف بالعربية. العاصمة بالليل تحفة، تحفة بجد يا جماعة، حاجة جميلة جدا. بصوا كده لما قربت بقى من الأبراج بقت عاملة ازاي، اتفرجوا. ودلوقتي بقى هي كده كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. محدش ينسى يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ودايما الحلقات اللي جاية كلها تكون جديدة وجميلة بإذن الله في العاصمة الإدارية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.
دلوقتي بقى جينا لنهاية الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قلب العاصمة الإدارية وكل مكان سياحي في مصر وكل العقارات اللي موجودة ومطروحة في مصر، واستنوني في فيديوهات كتير جديدة.